والله البنات الا انا مصدومه من النتيجه. الا بغيتي البشره ديالك اختي تولي كلها نضاره ولا معان، نوضي جربي لي هذا الماسك المعجزه. الماسك ديال الخميره ديال الخبز والاصفر ديال البيض. غتولي البشره ديالك كانك حاطه فلتر، كيصفي البشره، كيقضي على التكماش والتجاعيد اللي كتكون في الوجه. الا عندك البشره ديالك كتقشر اولا ناشفه، هذا الماسك من اروع لي ماسك اللي غتجربي. راه تيعطي واحد النضاره للبشره، وكيعطي واحد الرطوبيه، واحد النعومه اللي غادي تصدمك النتيجه ديالها من اول استعمال. غتبان لك النتيجه. الا عندك تصبغات اولا ليطاج، هذا الماسك تيصفي وتيوحد اللون ديال البشره، ومن اروع الماسكات اللي غتجربيهم واللي غيوليو معتمدين عندك. المهم تبعي معايا الفيديو حتى التالي، وضروري تعرفي على طريقه الاستعمال لانها مهمه بزاف. غادي نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم في المقدمه. بالنسبه للماسك عندنا اول مكون غادي نحتاجوه اللي هو الاصفر ديال البيض. انا استعملت هنا بيضة بلدية. تاني مكون الكبيدات هو الخميرة ديال الخبز. غندير الحبيبات. إلا عندكم المعجونة غديروها فحال فحال. غنديرو معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز كيف ما كتشوفوا معايا. وما تنسوش تخليو لي واحد لايك للفيديو الكبيدات الله يحفظكم. وكذلك الا بغيتوا شي وصفة مرحبا كتبوها لي في التعليقات اسفل الفيديو، ان شاء الله نشاركها معاكم. صافي غنخلطوا هاد المكونات. من بعد غناخدو ياغورت طبيعي، ياغورت بدون سكر، وغنضيفوه على هاد المكونات. غناخدو ملعقة كبيرة ديال الياغورت. بالنسبة لهاد الوصفة ديروها حتى العنق ديالكم البنات، لأنها كتحيد دوك الترهلات وكتجبد لابو، وحتى أنها كتوحد لينا اللون ديال لابو ديالنا. صافي نخلطو المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا. وبالنسبة للبنات اللي بغات شي وصفة تدخل القناة الفيديوهات راه حاطة لكم تما، غتلقاو أي وصفة بغيتوها غتلقاوها، وحاطة لكم وصفات العناية بالشعر، وصفات اللي تقدروا ديروهم في هذا الفصل هذا ديال الصيف وتستافدوا منهم، خصوصا وأن الفصل ديال الصيف هي فين خصنا نديروا لي ماسك ونعتنيو بالشعر ديالنا. وحاولوا ما أمكن غير تجنبوا في هذا الصيف يعني السوشوار الحوايج اللي تيهلكوا الزغبة، واعتنيوا بالشعر ديالكم. وراه ان شاء الله غيتحسن، لان كيجوني بزاف ديال التعليقات على التساقط ديال الشعر، على الشعر اللي كيكون مقرد. بالنسبه لهاد الوقيته هي فين نعتنيو بالشعر ديالنا. وراه حاطه لكم بزاف د الوصفات اللي زوينين البنات العنايه بالشعر. عندنا كذلك دقيق النشا اولا النشا اولا دقيق الذره. غنضيفو ملعقه صغيره. ونخلطوا المكونات مزيان. صافي من بعد ما ينسجموا ليا هاد المكونات غادي ناخدو اما العسل يعني طبيعي، معلقه صغيره ديال العسل. الا ما كانش عندكم ممكن تعوضوه بالجيل ديال الصبار اولا جيل لالويفيرا. انا هنا غنستعمل الجيل ديال لالويفيرا. من بعد ما تيتخلطوا لي هاد المكونات مزيان غناخد معلقه صغيره ديال الجيل ديال الصبار اللي مفيد بزاف للبشره وزوين بزاف، اللي هو هذا. غناخدو معلقه صغيره. صافي ونخلطوا الماسك ديالنا مزيان. هادو كلهم مكونات اللي تيعملوا لينا اول حاجه على ترطيب البشره، تيضغطيو لينا لابو ديالنا، ما تيخليوش لينا البشره تنشف وتقشر البنات، و تيعطيونا واحد النضاره وواحد اللمعه اللي زوينه بزاف للبشره. ما كتبقاش البشره ديالك ناشفه، وما كتبقاش البشره ديالك تتقشر ليك وجافه. وحتى يعني دوك التجاعيد إلا كنتي كديري هاد الوصفة أولا لا درتي هاد الوصفة وتبعتي عليها وداومتيها، التجاعيد ما يظهروش لك في البشرة ديالك، التجاعيد المبكرة، لأن التجاعيد كتجي من النشوفية. إلا البشرة ديالك ناشفة بزاف وجافة
أراها تتعرض بسرعة للتجاعيد. كيف ما شفتوا معايا خلطنا الماسك ديالنا مزيان، ودابا سمعوا مزيان، دابا غندوزو للطريقة ديال الاستعمال ديال هاد الوصفة. أول حاجة قبل ما ديري هاد الوصفة خصك ضروري تغسلي الوجه ديالك مزيان، وجهك خصو يكون نقي ما فيه لا مكياج لا حتى شي حاجة، ضروري تغسلي وجهك مزيان ومن بعد عاد غديري هاد الماسك. شوفوا كيفاش كيولي البنات، راه تيولي يعني منسجم مزيان، تنخلطوه حتى يولي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. المهم من بعد ما تطبقوا هذا الماسك هذا غادي تطبقوه على البشرة ديالكم نقية، وغتخليوه لمدة ديال من 15 ل 20 دقيقة وغادي تغسلوه. كديروها البنات 2 مرات في الأسبوع، يعني مرتين في الأسبوع. راه ما نعاودش لكم كيفاش كيخلي البشرة كتشقشق وفيها واحد اللمعة اللي زوينة بزاف. من الماسكات اللي صراحة معتمدين عندي. والماسك ديال الخميرة تندخلوه في بزاف ديال الماسكات اللي مبارطاجيها معاكم، وخصكم غير المداومة البنات. أي حاجة درتوها داوموا عليها، وضروري في هذا الفصل هذا ديال الصيف ديروا ليكرون ديالكم اولا الواقي ديال الشمس، لانه تيحمي لكم البشره ديالكم من الاشعه ديال الشمس ومن التصبغات ومن البقع الداكنه اللي تنتعرضوا ليها الا ما درناش ليكرون ديالنا. صافي، هذه هي الوصفه كنطبقوها بهذا الشكل هذا ونخليوها حتى تنشف، عاد نغسلوها. من بعد ما تغسلوا الوجه ديالكم ضروري من ليكرون والترطيب في الليل. ضروري ترطبوا دائما، يعني تاخذوا هذه كقاعدة روتين يكون عندكم ديال العناية بالبشرة. الترطيب على حسب النوع ديال البشرة ديالكم، يعني قبل ما تاخذوا المنتوجات يعني ديال العناية بالبشرة ضروري تعرفوا النوعية ديال البشرة ديالكم، هكا باش تاخذوا السكين كير ديالكم وما ما تغلطوش في الاختيار. لان الا درنا لي برودوي ما كيلائموش لينا البشره ديالنا يقدروا يسدوا لنا المسام اولا يخليو لنا المسام ديالنا مفتوحين. المهم خصكم تعرفوا النوعيه ديال لابو ديالكم، هكا باش تختاروا الاختيار المناسب ليكم من لي برودوي. المهم هذه هي الوصفه، كتغسلوها وتديروها 2 مرات في الاسبوع، 2 مرات كافيه. وصفه راها زوينه، جربوها وردوا عليا اخبار في التعليقات. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. تهلاو ليا فراسكم بزاف وفي امان الله.